جبريل يقول النبي إني أتوضأ فتوضأ مثلي، وإني سأصلي فصلي مثلي. شفتوا كيف قيمة الصلاة من البداية؟ طبعا فريضة الصلاة اللي في السماء هذه فريضة 5 صلوات. فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت فقط صلاتين، ركعتين في الضحى في النهار وركعتين في الليل. أما الفريضة التي فرضت على النبي ال5 صلوات باتفاق العلماء أنها كانت ليلة الإسراء والمعراج في سماء الله السابعة، وهذه كانت قبل هجرته بسنة أو سنة ونصف، سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عنها. ثم جلس جبريل يتوضأ والرسول يشوفه ويسوي مثله، تطبيق عملي. ثم أخذ يصلي وصلى. سؤال: أين الذين لا يصلون؟ وش علاقتهم بالله؟ تدرون أن اللي ما يصلي قطع بينه وبين الله صلة، في حبل بينك وبين ربك. الذي لا يصلي يا شباب يا بنات، ترك الصلاة أمر خطير. أنا أحاول ترى في الدرس من يوم بدأت أني أبشر ولا أنفر، ولا ودي بأي عبارة تنفر أبنائي وبناتي ومن يشاهدني وأنتم أيها الفضلاء، لكن أقول موضوع الصلاة موضوع خطير، خط أحمر. يعني الذي لا يصلي باختصار، الصلاة عمود الإسلام. اللي ما يصلي هبدأ من العمود. أنت لو دخلت بيت واحد وكسرت القزازة بيقول يا أخي عيب، بس يمكن يمشيها لك. لو تشخبط في الجدران يا أخي عيب بس مشي، لكن جيت تكسر العمدان يقول أنت مهبول تبي تذبحنا. الذي يترك الصلاة كالذي يهدم بيته ويهدم هذا البيت وليس له قيمة. الذي لا يصلي الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه. الذي لا يصلي انقطعت الصلة بينه وبين الله. الذي لا يصلي فك البنيان الذي يتظلل به. الذي لا يصلي انقطع النور عنه. يقول ابن القيم: منذ أن تقول الله أكبر ينصب الله وجهه تلقاء وجه عبده المصلي. وترى النور اللي ترونه في وجوه الناس بعض المؤمنين الصالحين بسبب نور الله في الذين هم يصلون. الذي لا يصلي انقطع القرب من الله. كلا لا تطيعه واسجد تحت في الأرض، ومع ذلك يقول اقترب، وانت ساجد في الأرض يقول اقترب. كيف اقترب وانا نازل؟ لأن سجودك بين يدي الله اقتراب من الله. يا بنات صلوا الصلاة في وقتها. النبي ما غضب غضبا على أحد إلا حينما يخالف التوحيد وحينما يترك الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصى النبي بها عليه الصلاة والسلام في بداية حياته وعند موته. هذا جبريل يأتي أول ما جاء وأخبر أن الرسول أخذ ثم ضرب الأرض وتوضأ مثلي وصل يا محمد مثلي، لأن ارتباطك بالسماء يجب أن يكون عن طريق هذه الصلاة. أنصح الآباء كونوا قدوة لأبنائكم. إذا أذن المؤذن امتطوا الطرق وخذوا أنفسكم إلى الطريق وامشوا في مناكبها. قال بعض العلم: امشوا في مناكبها إلى الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. تستعدوا عند كل مسجد، بعض العلماء قال عند كل صلاة. خذ زينتك، استعد لها، بمعنى تهيأ لصلاتك. يا أخي ارتبط بالله. الله أكبر لذة والله لا تعقبها لذة. والله ما يعرف قيمة الصلاة إلا من صلاها حقيقة. اللي تاركين الصلاة ضايعين. حياة أخرى، ارتباط بالله فوق علوي. والذي لا يعرف الصلاة ضايع. بل الذي لا يصلي ترى لا يؤكل ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يدخل مكة وحرمها لأنه نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا مات لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعوذ بالله من غضب الله. الذي لا يصلي تلعنه السماوات، تلعنه الطيور في السماوات، وتلعنه الحيتان في البحار. الذي لا يصلي تلعنه النملة في جحرها والنحلة في خليتها. ليش نترك الصلاة العمود الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذه الكلمات ويسمع عليه الصلاة والسلام من جبريل ويرى هذه الصلاة، وهو الذي يأمر الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. ترى نزلت على النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. شلون يقوم الليل؟ طيب إذا علمه جبريل كيف يصلي. ومن أهل العلم من يقول أن الصلاة التي تعلمها النبي من جبريل هي صلاة الليل التي أوجبها الله عليه، كانت واجبة ثم نسخت، وكلام طويل. المهم أن الصلاة كانت حاضرة في وقت النبي من بداية الدعوة ومن بداية البعثة. والله لما قال له يا أيها المزمل قال: قم الليل إلا قليلا. نزلنا عليك اقرأ تتعلم. الحين نقول لك قم صل، وقم الليل إلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه
ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قرآن ثقيل. ثم لما امتلأ قلبه إيمان تجلس، لا الحين جاك الأمر الآخر، يا أيها المدثر قم، الحين مو بقم صل، قم فأنذر، خلاص أعطيناك العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحصناك إيمانيا، قم الليل إلا قليلا، الحين نبغاك تبلغ هذا الدين. طيب أبلغ مش يا رب؟ ثم تنزل عليه بعد هذه السورتين، بعد العلق وبعد المزمل والمدثر، تنزل على النبي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. هذا المنهج. الحمد لله رب العالمين، أنت رسول العالمين، رب العالمين أنت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمن الرحيم أرسلناك رحمة لهؤلاء. مالك يوم الدين، ترانا نذكرك فيه قيامة، إياك نعبد وإياك نستعين، لن تستطيع أن تعبدني إلا باستعانتي، والاستعانة جزء من العبادة. ثم ماذا؟ نبغاك أن تدل الناس إلى الطريق الحق، اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا المنهج، ادعو الناس يا محمد إلى هذا. ومعها الرسول هالسور، معها العلق، ومعها المزمل، ومعها المدثر، ومعها الفاتحة، ومعها الإيمان الذي قام به صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ويأتي النبي الحين، هذا اللقاء الثاني بجبريل، صح ولا لا؟ اللقاء الثالث متى تم؟ انقطع عنه جبريل شهرين. وهنا كأن الله يقول يا محمد حنا أعطيناك الإيمان، وأعطيناك كذلك كيف تدعو، وأعطيناك المنهج، خطط الآن، خطط لدعوتك، وافعل ما تظنه أنسب لقومك ولقبيلتك وللعرب ثم للأمة بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وأنا أنصحكم يا شباب والله الذي لا إله غيره، إني أعجب من أناس يتيسر لهم من الخير كثيرا ثم يتركونه. كم من الأعمال الخير الرسول الله يقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الرسول يقوم، وفي أحاديث تحفظونها حتى قالت عائشة يا رسول الله يعني أرح نفسك، قال أولا أحب أن أكون عبدا شكورا. كم منا يقوم الليل؟ بكل صراحة أنا أتكلم المشاهدين والأمة كلها. قيام الليل، الرسول يدخل على أبو ذر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصحه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن لا يترك هذه الصلاة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر لو أردت السفر أتعد له عدة؟ اعتبروا الآن الرسول موجود يخاطب كل واحد فيكم، والآن الرسول يوجه لك أنت السؤال، أنت الآن يا شيخ غرب، وأنت يا أبو عبد الكريم، وأنا وأنت يا الثاني، لو أردت السفر تعد له عدة؟ هذا الرسول قال لأبو ذر، قال له أبو ذر نعم يا رسول الله. فقال كيف بسفر إلى يوم القيامة؟ طيب سفر يوم القيامة وش عديت له؟ ثم نزل أبو ذر رأسه، ثم قال له الرسول يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، ونزل رأسه. قال يا أبا ذر أكثر الزاد فإن السفر طويل. أبو ذر رفع رأسه قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صم يوما شديد حره ليوم النشور، وقم ليلة شديدة ظلمتها لظلمة القبور، وحج حجة العظائم لعظائم الأمور. حج حجة وقم. حنا اليوم نقول هذه فاكهة الصالحين يسمونها العلماء، اللي هو الشتاء، النهار قصير ليصام والليل طويل ليقام. تقدر تنام اليوم ربع الليل وثلث الليل وتقوم وتصلي الفجر وأنت في كل نشاط، لكن الشيطان إذا تسلط على أحد سلط الله عليه جنودا من السماء والأرض فأعمته عن كل شيء. والعاقل الذي يعرف أنه على حق ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا سيفعل؟ بدأ الآن يطلع فوق جبل يصايح يا قوم يا عرب؟ لا. طيب وش يسوي؟ يروح يكسر الأصنام؟ طيب أنت رسول؟ لا، أنا لن أبدأ ديني بهذا الأمر. الآن بدأ الرسول يضع خطة، سأختار رجال ونساء من كل قبيلة، أنا بقولها بمصطلحي الخاص، أبى أختار المتميزين، أبى أنتقي اللي يناسب أنه يكون الآن داخل تحت هذا الدين، حتى أستطيع بهم بعد الله أن أخوض إلى الأرض كلها. أختار الناجحين في الدنيا، اللي أخلاقهم جيدة، اللي سمعتهم جميلة. تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد أنه يقول جيبوا أي واحد من دخل في الإسلام فعلى الرحب والسعة، لكنه ينتقي عليه الصلاة والسلام من يخاطب. أنا أقول يا شيخ يا دكتور يا أمير يا ملك يا تاجر يا أصحاب الأموال، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختار أصحاب السمعة الحسنة والأخلاق اللي عندهم استعداد أن يتحملوا هذه الرسالة. المسألة مي بالأشكال،
وليست كذلك عليه الصلاة والسلام كان يختار اختيارا فوضويا أو عشوائيا، كلا، شفت النبي كيف يختار. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد ركز عليه الرسول من هو؟ أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أكبر من النبي بعامين، وينظر له النبي. ترى أبو بكر ما هو بسهل، أبو بكر كان نسابة العرب، يعرف العرب كلهم ويعرف أنسابهم ويتوغل فيهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن له مكانة، وكانت سمعته حسنة، صدق وإخلاص وقوة. تعال يا أبو بكر نبغاك معنا في الإسلام. ويدخل أبو بكر يقول والله الرسول، اسمه حديث الرسول، والله ما كلمت أحدا على الإسلام إلا نظر، يعني وقف وتردد، إلا أبو بكر. فمنذ أن قلت له إني محمد رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. يقول ما تردد، يقول ما كلمت أحد إلا نظر، وقف، ها، ويمكن بعضهم جلس أيام، إلا أبو بكر منذ أن قلت له إني محمد رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال هذا واحد، واختار الحرمة المتميزة الناجحة الزوجة الصادقة خديجة، مو بعشانها زوجته، لأنها متميزة، سمعتها معروفة بالكرم والأدب والخلق والعفة، وكذلك قيمتها بين العرب وتجارتها لها مكانة، فكلمها ودخلت في الإسلام. هذا اثنين. ثم يأتيه شاب عمره كم؟ 10 سنين، علي بن أبي طالب. الرسول هنا ما أراد أن علي يدخل بدون قناعة، يوم شافها الرسول كبر الله أكبر الحمد لله. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يوم سلموا جاء علي قال ماذا تصنع؟ قال له الرسول أصلي. قال ليش تصلي؟ قال إني بعثت رسولا لهذه الأمة. أو تؤمن يا علي؟ يكلم أبو 10 سنين. قال له علي أبغى أفكر، أعطني فرصة. فجلس علي إلى اليوم الثاني. يوم جاء قال له شوفوا حنا بعض عيالنا عمره 20 و 25 سنة، والله يمكن بعضهم مع احترامي البعض أقول ما تمشيه في 10 رؤوس غنم ولا تعتمد عليه، وهذا خطأ في التربية عندنا. هنا علي رضي الله عنه جاء من بكرة وقال يا رسول الله أعد لي ما قلت لي البارحة، أبغى أسمعها. شوفوا أيضا العقل، أبغى أسمع الكلام اللي أنت قلته. فقال له إني رسول الله نزل علي جبريل وأنزل الله علي كذا وكذا وكذا. ثم قال علي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أبو 10 سنين، ودخل عليه أبو طالب أبوه ما أسلم. قال ماذا تفعل يا علي؟ قال إني رأيت محمد يفعل هكذا ففعلت مثله. قال له عمه أو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب قال له افعل ما قاله لك هذا الرجل فإن محمد لا يقول لك إلا خيرا. اللي يقولها محمد سوى، حتى وأنا ما نبع على الإسلام، لكن محمد صادق، فما قاله محمد لك فافعل. الحين معه صاحبه أبو بكر وزوجته وكلهم متميزين، ومعه علي طفل أو غلام، ثم بعد ذلك يسلم زيد ابن حارثة مولاه، وقيل سعد أسلم قبله، المهم أنه أسلم معه. يا جماعة الخير لا تيأس، افعل الخير. والله العظيم لو نتحرك في طريق الخير بما فتح الله به علينا بحق وهدى وسنة ورغبة جادة ونية صادقة سيكون أثر شئنا أم أبينا إذا حضرت هذه كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ يريد إصلاح في الأرض ولا لا؟ يريد الإصلاح، يريد هداية البشرية كلها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الرسول جاء أن يفكر، الرسول أنا نبي آخر هذا الزمان، ولا بد أن أصلح وضع السياسة ووضع المرأة ووضع الطفل ووضع الأمة، لا بد أن أصلح الدنيا كل الدنيا. ولذلك النبي الآن يفكر أن يغير كل شيء. الرسول طيب الآن سيبدأ دعوته، معه مال؟ لا. معه عزوة؟ لا. لكن من معه؟ معه الله جل في علاه، معه رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم معه ربه، معه إيمان بالرسالة، معه أخلاق عظيمة، معه وعد رباني وإعداد من رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا بيستعمل القوة الحين؟ لا ما في استعمال قوة ولا في استعمال عنف. سأضع الناس على فترة من الزمن لم يحددها، لكني سأعمل على خطة. هذه الخطة ستفتح لي أبواب وآفاق وأستطيع أن أصل إلى الناس من خلالها. الخطة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده إيش؟ إنه يدخل في المجتمع، يتوغل فيهم، يحقق له نواة خلنا نقول أرضية صلبة، وبعد ذلك لما يتجذر النبي يبدأ بعد ذلك ينتشر هذا الدين وينشر هذا الحق. وش يبغى الرسول؟ يبغى رجال،
يبغى رجال، يبغى واحد إذا حطه على يمناه قالوا فلان فلان.